السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم ميني كيك اقتصاديين جدا بمقادير جد بسيطه، وكيجيو مهويين، كيجيو خفافين صراحه، كيذوبوا في الفم بكريمه رائعه لذيذه بزاف بزاف بزاف. الطريقه ان شاء الله كما كتعرفوني دائما كنشارك معكم الوصفات ديالي بطريقه جد سهله ومبسطه بدون تعقيدات. وراه كيجي واحد الميني كيك تبارك الله كما شفتوا كميه وفيره، مقادير بسيطه وقليله. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساونيش من الاراء ديالكم في التعاليق. بطبيعه الحال عجبكم الفيديو لاول مره كيشوف القناه يشترك يفعل الجرس ولي لايك ديالكم ما تنساوهم ليش. عافاكم الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. وندوزو للطريقه ومقادير في نفس الوقت. اول حاجه كنجيبو بول كنضيفو فيه جوج ديال البيضات، يكون بحال ديال المطبخ اللي كان عندكم في الثلاجه، تكونوا خرجتوهم قبل تقريبا واحد نص ساعه. ندير قبيصه ديال الملح، كاس الا ربع ديال السكر سنيده. كنطرب الكل مزيان بالفوي وغنضيف كاس الا ربع ديال الزيت. كنخلط المكونات كاملين كيندمجوا بعضياتهم، وغنضيف كاس ديال الحليب عادي ما مسخنه ما والو. وكنضيف الكاس الاول ديال الطحين، كذلك الكاس الثاني دائما بعبر كاس ديال العنب. عندي معلقه مملوءه جيدا ديال الكاكاو، وعندي خماره من وزن 8 غرام. صافي كنخلط المكونات كاملين. مكانش عندكم كاكاو العبار كانوا غير الشاصيات، ديروا جوج ديال الشاصيات ديال الكاكاو. صافي كنضرب المكونات كاملين حتى كيندمجوا بعضياتهم، ما كيبقاوش داك التكتلات اولا داك حبيبات ديال الدقيق. صافي هنا هذا هو القوام ديال الخليط ديالي. صافي كنجيب ليمون اللي غندخل الفران، اللي ندير فيهم هاد ميني كيك مولات فرديين، هذا هو الشكل ديالهم. وكنكب الزيت وكندير الدقيق وكنخلطو وكنبدا ندهنهم كاملين. بغيتو دهنوهم بالزبده والدقيق دهنوهم. المهم هاد الطريقه هذه راه فعاله ما كيلصقوش نهائيا، وملي كيطيبوا راه كيتحيدوا لنا بكل سهوله، بواحد السهوله ما نقول لكمش. صافي كندهنوهم كاملين بهذا الخليط ديال الزيت والدقيق. المولات ديالي كاملين كنلبسهم مزيان من الجوانب وكلشي باش كيتحيدوا لنا بواحد السهوله، دغيا دغيا كيتحيدوا. صافي هادو عندي انا هنا 8 نطيب وعاد نولي نكمل الطياب الخليط اللي كيبقى لي. صافي كنعمر هنايا تقريبا فوق النص شي شويه باش كنخليهم فيه كينتفخوا، يعني راه فيهم خماره وحده. صافي ندخلهم الفران بطريقه الطياب العادي اللي كنطيبوا الكيك ديالنا. الفران كيكون بارد. انا من بعد ما خرجتهم كما كتشوفوا راه كنحيدهم بكل سهوله. هاد الطريقه ديال اللي شاركت معكم والمره الاخرى وكنشاركها معكم كل مره صراحه فعاله وزوينه بزاف بزاف. صافي هنا هادو هما اللي حيدتهم الليمون ديالهم. وغندوز للتزيين. هنا التزيين عندي شويه ديال الكوك، درت له واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو ولبسته مزيان حركته. صافي تا ولا بداك اللون هذاك. وعندي المربى ديال الحلويات اللي كيكون خفيف. كندهن الجوانب ديال الميني كيك ديالي على هاد الطريقه هذه مزيان. كندهن الجوانب كاملين وكنلبسهم بداك الكوب كما كتشوفوا اللي دايره فيه الكاكاو. يعني كيجي الشكل ديالهم زوين، وكذلك الطعم ديالهم كيجي زوين بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، وانا اكيد الا جربتهم غادي يعجبوكم وتعتمدوهم. صافي هنا نكمل الكميه اللي عندي كامله خليتها جانبا. ودزت نحضر الكريمه. غنحتاج لها 2 كيسان ديال الحليب دائما بعبار كاس ديال العنبه. وغنضيف 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. هاد الحلاوه كتجي هي هذيك، بغيتو تنقصوا نقصوا. المهم درت 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير. كان عندكم النشا ديروا النشا، انا صراحه ما توفرش عندي درت الكريم باتيسير. وعندي معلقه كبيره مملوءه جيدا تكون عامره مزيان ديال الكاكاو المر. صافي كنخلط المكونات كاملين كما كتشوفوا جيدا حتى ما كيبقاولناش داك التكتلات نهائيا. وغنديرهم فوق النار مع الاستمرار في التحريك في نفس الطريقه ان شاء الله حتى تعقد الكريمه ديالنا. ونتلاقاو من بعد. وهنا بعد ما وصلت الكريمه ديالنا لدرجه الغليان وبدات كتعقد، ضفت لها هنا شويه ديال ديال الشوكولا البيضاء. كانت عندي صراحه، كانت عندكم شوكولاته السوداء ديروها، ما كانتش متوفره ديروا البيضاء. يعني اللي كان عندكم موجود. كان عندكم شوكولا ديال الدهن ديروا واحد الملعقه كبيره مملوءه جيدا. صافي حركتها مزيان حتى دابت داك الشوكولا. وعاد بديت كنكب في هاد الميني كيك ديالي كنعمرهم على هاد الطريقه هذه. صراحه الكريمه كتجي حتى هي لذيذه بزاف بزاف. كما شفتوا المكونات راهم تجربوهم باش تعرفوا على اش كنهضر. هنا بغيت ندوق معكم وحيده وتشوفوا الخفه ديالها، وكذلك الكريمه كي كتجي متماسكه. ها هي كما كتشوفوا كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي.